هل عمرك حسيت انك بتموت بس مفيش حاجة حصلت فعليا؟ حسيت بدوخة، قلبك بيدق بسرعة، مش قادر تتنفس، وقلت لنفسك انا كده هموت. كل ده ممكن يكون سببه حاجة واحدة بس، اللي هو الخوف. الخوف ممكن يوصلك للمستشفى من غير ما يكون فيك حاجة. تخيل في ناس بتاخد الدواء مجرد ما يقروا النشرة ويشوفوا الأعراض الجانبية يحسوا بكل الأعراض، رغم إن جسمهم سليم. بس الخوف هو اللي خلق الأعراض. الخوف يقدر ينزل ضغطك، يخلي رجليك ترتعش، يخليك تحس إنك بتنهار. واكتر حاجة مرعبة انك تكون خايف من حاجة مش موجودة اصلا، يعني وهم بس هو اللي بيتحكم فيك. في ناس ماتت من الخوف قبل ما المرض يلمسهم، في ناس حياتها توقفت، قراراتها ضاعت، وفرصها طارت بسبب الخوف، بسبب خوف مش حقيقي. الخوف لو سبت له مساحة هيسكن جوه دماغك ويبدأ يوسوس لك: انت مش هتقدر، انت ضعيف، انت هتمرض، انت هتموت، انت هتفشل. بس خليني اقول لك حاجه، اكتر لحظه هتخاف فيها هي اللحظه اللي بتسبق الفعل. لكن اول ما تبدا الفعل اللي انت عايز تعمله، الخوف هيختفي خالص وهتبدا تنجح. وعلشان تهزم الخوف لازم تفهم حاجه مهمه جدا: لازم يكون عندك ثقه في ربنا. كل قدر بينزل من ربنا بينزل معاه اللطف بتاعه، حتى لو ابتلاء، حتى لو مرض، حتى لو الم، في رحمه مخفيه، في حكمه، في خير كبير جاي بعده. ولو حصل الموت فده مش النهاية، ده بداية الحياة أحسن، بداية للراحة، بداية للجنة إن شاء الله. يعني الخوف من الموت نفسه ملوش معنى، لأن الموت بيجي للصحيح قبل المريض، وللشاب قبل الكبير. الخوف مش هيمنع المكتوب، بس ممكن يعذبك من غير سبب. وساعات الألم نفسه بيزيد بسبب الخوف. ليه؟ لأنك بتضغط على أعصابك، بترهق نفسك، بتخلي كل إحساس صغير يكبر. لكن لما تهدى، ولما تقول يا رب، ولما تطمن نفسك وتهدى، جسمك بيرتاح وألمك بيقل. اللي عنده وجع لما يطمن الوجع بيخف، وده حقيقي ومثبت علميا. عاوز تتخلص من الخوف؟ اسمعني كويس. واحد، اعرف عدوك. الخوف مش دايما واقع. اسأل نفسك: هو انا خايف من ايه بالظبط؟ هو فعلا ده حصل؟ اتنين، واجهه بالفعل. لو خايف من الكلام قدام الناس، قوم واتكلم. لو خايف من عرض دواء، خده. ما تقلقش من حاجة، اللي هيحصل لك هيحصل لك. ما تفكرش فيه. حتى لو حصل لك حاجة، انت لو ركزت في نفسك وركزت في الاعراض هتتعب اكتر. فانت ما تركزش، وقوم واشرب مية واتحرك وروح وتعالى، هتلاقي الدنيا كلها راحت. خد نفس ببطء وقت الخوف، خد نفس عميق وطلعه بهدوء. جسمك هيفهم انك مش في خطر. كل مرة بتواجه فيها خوفك انت بتكسب معركة، مع الوقت هتكسب الحرب. ما تنساش ان الشجاعة مش معناها انك ما تخافش، لكن انك تتحرك رغم الخوف. الشجاع مش اللي ما بيخافش، الشجاع هو اللي بيكمل وهو مرعوب بس ما بيوقفش. حياتك تستاهل انك تعيشها وانت حر، مش مسجون جوه وهم. انهض كده وشجع نفسك، وافهم ان كل اللي جواك قادر يهزم كل اللي براك. وثقتك في ربنا هي سلاحك الاول.